ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة براكتس اون complex shapes، وهنفتح كتاب المعاصر page number 163. كده نكون خلصنا اليونت على فكرة. يلا كده سؤال نمبر 1 بيقول لي what is the parameter of the figure. طبعا هنا قال لي parameter، يبقى انا مطالب مني ان انا اعمل بلس 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 فانا هبدا من بوينت معينه، وابدا بقى اقول مثلا لو انا هبدا من البوينت اللي فوق 1 بلس 3. بس قبل ما ابدا معلش دور لو في عندك ميسنج سايد هتقول قبل ما تكمل. في سايد تحت كده مش متجاب دوت فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ هوريزونتال. يبقى انا هبدا اقول اللي تحت ده، بس خلي بالكم اللي تحت ده كامل هول، يبقى انا هبص على الهوريزونتال اللي قصاده واعمل لهم بقى بلس عشان ده هول. يبقى اللي فوق خالص 1 وفي واحد تحت برضو horizontal 1، يبقى 1 plus 1 equal 2. يبقى انا عندي اللي تحت خالص دوت اللي هو مش موجود 2. في حاجة تانية missing؟ لا. يبقى باختصار هبدأ اعمل 1 plus 3 plus 1 plus 1 plus 2 plus 4. بس انا لو انا هديك هنت صغننه زي ما اتفقنا، هات اكبر واحد واكبر واحد وكرره مرتين، لان اوريدي هي زي ما اتفقنا طبعا الطويل كله 4، يبقى اكيد اللي قصاده كلهم 4 اللي هي 3 و1، ما هي 4 يبقى 4 و4 8. طب اطول واحد تحت اللي هو مين؟ 2، يبقى اكيد اللي قصادها 1 1 2، يبقى 2 2 4. واتفقنا يبقى 8 اللي هي 4 و4 8 و2 و2 4، يبقى 8 بلس 4 equal 12 اللي هي letter B. سؤال نمبر 2 بيقول لي what is the area. لا، الاريا يبقى انا هقسم الشيب بتاعي عشان هعمل حاجه باي حاجه، ولازم تقسمه حاول يبقى 2 شيبس بس عشان ما تقعدش تقسم كتير. طب انا هقطعه ازاي؟ انا حاسه انا عايزه اقطعه من الحته الصغنونه دي، وابدا اقول عايزه الصغيره دي كام باي كام؟ اهي الحمد لله فيها 4 و2، يبقى 4 باي 2 equal 8. يبقى الشيب الصغنون ده الاريا بتاعته كام؟ 8. حطها على جنب. طب الناحيه التانيه وانت قسم الشيب ده، ركز بقى في الحته دي عشان انت هتتلخبط. انت عندك انت لما قسمت قالك في هنا 7 باي كام؟ محدش يقولي 14، لان ال 14 دي بتاعت كله حتى اللي انت قطعته، يعني بتاعت ده وبتاع ده، فما تقوليش 14. يبقى انت مطالب منك تجيب الحته اللي فوق عشان هي دي بتاعت الشيب اللي انا قطعته المره دي. طب دي كلها هوريزونتال 14 وفي هوريزونتال واحده 4، يبقى الهوريزونتال اللي فوق ايه؟ اللي فوق مقطوعه، يبقى انا هعمل 14 minus 4 equal 10. يبقى انا هعمل 7 باي 10. ركز ما تقولش 7 باي 14، يبقى انت 7 باي 10 equal 70، وتحت 2 باي 4 equal 8. يبقى هنا 70 plus 8 equal 78 اللي هي letter C. سؤال نمبر 3 بيقول لي what is the area of the figure. يبقى طبعا الاريا باي على طول ولازم هقسم الشيب. حابب تقسمه كده ولا كده as you like. فاحنا ولنفترض هنقسمه مثلا بالطول كده اللي هو vertical، يعني هنقسمه من عند الحته اللي عند التاني كده، هقسمه لازم يكون شيب مظبوط ريكتانجل مظبوط. هبدا اقسمه من عند الحته دي. تعالوا ناخد الشيب اللي على اليمين الاول. في مشكله عندي برضو ان الشيب اللي على اليمين الطويل ده هيبقى فيه 9 باي كام؟ محدش يقول لي 10، لان ال 10 دي بتاعت الشيبس التو شيبس كلهم. يعني انت لما جيت قطعت من عند ال 10 اصلا، فال10 اتقطعت. معنى انها اتقطعت يبقى انت مطالب منك تجيب الحته اللي اتقطعت الناحيه التانيه دي بكام، اللي هي اللي تحت قصادها الباراليل بتاعها. فانت عايز تجيب طبعا اللي تحت دي اللي عايز تقول 9 باي كام، ف 9 باي كام؟ انا عايز اشوف الهوريزونتال اللي تحت دي قد ايه. طبعا دي مقطوعه، يبقى انا هجيب التو هوريزونتال التانيين واعمل لهم ماينس. اللي فوق كله هوريزونتال 10 وفي هوريزونتال تاني 6، يبقى 10 ماينس 6 equal 4. يبقى اللي تحت دي ب 4. ومن هنا الشيب ده على طول اهو في 2 سايدز جنب بعض اهو 9 و4، يبقى انا هعمل 4 باي 9 equal 36. يبقى انا كده جبت الاريا بتاعت الشيب الاولاني 36. اوكي، تعالوا ناخد السكند. في هنا ده الحمد لله مظبوط، لما انت قطعته في هنا 2 عند بعض كده مظبوطين 2 سايدز. هنا في 3 بتاعتها الحمد لله مظبوطه، بتاعت 6 الحمد لله مظبوطه، يعني مش مقطوعه ولا وهكذا. يبقى كده 3 باي 6 equal 18. ومن هنا 18 بلس الناحيه الثانيه كانت كام؟ كانت 36. يبقى 18 بلس 36 هيطلع 54. letter A. سؤال نمبر 4 بيقول لي what is the parameter of the figure. طبعا parameter يبقى plus to plus to plus.
طب انت عندك هنا في 6 وعندك 10 وعندك 8 وعندك 5، بس في هنا 2 sides missing مش موجودين. هبدأ اعمل ايه؟ هجيبهم. يلا كده، مع ان على فكرة في واي تانية، ان زي ما قلت لكم هات اكبر 2 خالص مش مقطوعين واعمل لهم ريبيتد مرتين، لان هو طبيعي لازم ده قصاده ده. بس خلينا ماشيين بالواي الطبيعية، ان انت هتجيب الحتة الصغننة دي الاول، دي هوريزونتال صغيرة اهي، يبقى قصادها الهوريزونتال اللي قصادها خالص 8. خلي بالكم الهوريزونتال الصغيره دي كات مقطوعه. طيب يبقى هنا دي اللي قصادها دي 8، وفي واحد هوريزونتال فوق 6، يبقى 8 minus 6 equal 2. يبقى الحته الصغننه الهوريزونتال دي 2، اكتب عليها 2 عشان ما تنساش. طيب الثانيه الصغننه برضو دي الفيرتيكال، يبقى الفيرتيكال دي خلي بالكم برضو دي كاتنج، يعني هنا دي معروفه ان هي ايه؟ مقطوعه، يبقى هعمل ماينس. فهنا الفيرتيكال اللي قصادها 10 والفيرتيكال اللي قصادها 5، يبقى 10 minus 5 equal 5. يبقى الطويله دي اللي هي المقطوعه 5. ومن هنا حضرتك هتعمل 6 بلس 10 بلس 8 بلس 5 بلس 2 بلس 5، هيطلع كام؟ حلها انت مع نفسك وانا هحلها بطريقتي اللي هي ايه؟ اطول 2 اعمل لهم ريبيتد مرتين، اللي هو ايه؟ 8. يبقى اكيد اللي قصاده دول 8 حتى لو مقطوعين، يبقى 8 و8 16. اوكي، وده 10 يبقى اكيد اللي قصاده 10 برضه، يبقى 10 و10 20. يبقى 20 بلس 16 ايكوال كام؟ 36. انت اعملها مع نفسك هتطلع فعلا 36. يبقى 36 ايه؟ طب متر ولا سنتيمتر؟ عشان في 2 choices طبعا كلهم سنتيمتر، يبقى اكيد 36 سنتيمتر اللي هي لتر سي. سؤال نمبر 5 بيقول لي what is the area of the figure. طبعا area of the figure يبقى انا هقطع الشيب واعمله يطلع عشان اعمل حاجه بواحد. في واي هنا انا ما استخدمتهاش في الليسن اللي فات وما بحبهاش، او مش فكره ما بحبهاش، بحس اني انا بحب البلس اكتر. انا شخص بيحب البلس. ليه؟ انا بحب الستودنتس بتوعي والستودنت بتوعي بيحب البلس، يبقى انا همشي وراهم. طيب ايه بقى الواي اللي انا ما قلتهاش دي؟ الواي دي كانت ان انت بدل ما تقطع الشيبس بتاعتك عشان تظبطها على انها تكون شيبس ريكتانجل او هكذا، ممكن الحته المقطوعه دي تكملها، وبعد كده تقول هجيب البيك شيب كله ماشي، واعمل ماينس الحته اللي هي اللي انا كملتها دي. يعني هعملها معاكم هنا، بس حاسين لو انتوا ما فهمتوهاش اشتغلوا بالطريقه العاديه اللي احنا قلناها. يعني بمعنى سؤال نمبر 5 ده عايز الاريا، فانا هعمل ايه بقى؟ هحط القلم بتاعي واوصل، عارفين الحته اللي تحت دي في 4 وفي 4، في حته مقطوعه تحت، لا كملوها. ايه ده يا ميس كملوها ايه؟ اذا كنت بتقطعي الشيب، اوكي، ما دي واي جديده ان انا هكملها تحت. معنى ان انت كملتها يعني قصدك ايه؟ قصدك ان انا هجيب الاريا بتاعت الريكتانجل كله مظبوط عادي. يعني الاريا بتاعت الريكتانجل كله كام؟ كله عادي هيبقى 10 باي 8 يطلع 80. حلو. واروح بقى عامله ايه؟ شايفين الحته اللي تحت دي اللي هي اللي في النص دي اللي انت المفروض كملتها بس هي مش موجوده اصلا؟ معنى ان هي مش موجوده يبقى انا المفروض كاني بقول له ايه؟ خلاص انا هجيب الاريا بتاعت الشيب كله واقطع منه الحته اللي موجوده دي. يعني هجيب الاريا بتاعت اللي الصغنونه دي واقطعها لانها اصلا اوريدي مش موجوده. يبقى انا هجيب الاريا اللي تحت دي كام باي كام؟ هي طبعا انا محتاجه اجيب سايد باي سايد بس يكونوا جنب بعض. ففي هنا عندي 3 بس اللي قصادها 3 انا مش عايزه اللي قصادها، عايزه حاجه جنبها، فانت مضطر تجيبها. فدي هوريزونتال يبقى وهوريزونتال كاتنج برضو، يبقى هنا هوريزونتال صغيره، عايزه الهوريزونتال اللي قصادها كام؟ 10، والهوريزونتال التانيين اللي نايمين كام؟ 4 و4. يبقى انت محتاج 10 اشيل منها 4 واشيل منها 4 عشان تطلع الصغننه دي. يبقى 10 minus 4 و 4 8، يبقى 10 minus 8 equal 2. يبقى الحته الصغننه دي 2، يبقى حضرتك هتعمل 2 by 3 equal 6. يبقى الاريا بتاعت الحته الصغيره دي كانها سجاده صغيره 6. فانا بقول له انا عايزه سجاده كبيره عباره عن 80 كيلو متر سكوير، واشيل منها الحته المقطوعه دي السجاده الصغنونه دي عشان هي مش موجوده، كأن في عمود هنا. فبقول له 3 by 2 equal 6، يبقى انا هشيل منها 6 متر. يبقى انا بقول له 80 minus 6 equal كام؟ 74.
وبكده هتكون الانسر 74. طبعا في 74 متر وفي 74 كيلومتر. طبعا بما ان كل السايدز هنا كلها كيلومتر يبقى 74 كيلومتر باور 2 اللي هي لتر دي. ثواني، عايز تعملها بالواي بتاعتك وتقعد كمل براحتك واشتغل بالطريقه اللي احنا اشتغلنا بيها في السيشن اصلا في الشرحها وهتلاقي نفس الانسر. اوكي. سؤال نمبر 6 بيقول لي two squares are joined to make a figure. يعني ايه؟ يعني في هنا 2 squares اتجمعوا مع بعض عشان يكونوا الشيب اللي قدامنا ده. فبيقول لي what is the perimeter of the figure. معنى كلامه ان الشيب اللي فوق ده سكوير والشيب اللي تحت ده سكوير. بس انت هتتلخبط حالا. حد جه قال لي خلاص يا ميس انا هجيب البريمتر السكوير اللي فوق والبريمتر السكوير اللي تحت واعمل لهم بلس بعض. قلت لك لا، خلي بالك ان في حته في النص المفروض ما تتحسبش. بمعنى ما تجيش تقول لي بما ان اللي فوق ده 5 يبقى 5 بلس 5 بلس 5 بلس 5 يطلع 20 وتحت 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 يطلع 8 يبقى 20 بلس 8 equal 28. لا طبعا، لا طبعا. احنا هنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كله بلس بعضه بالواي العاديه زي ما احنا متعودين. يعني هعمل 5 بلس 5 ثواني. بصوا بقى دي بكام؟ ما هو انا هنا بجيب الميسنج سايدز بس معروفه. دي 5 واوريدي ده 5 عشان ده سكوير واوريدي الناحيه التانيه اكتب عليها 5 عشان برضو ده سكوير. بس اللي تحت دي في مشكله ان هي مقطوعه. طب مقطوعه بايه؟ ما هي اللي تحت الهوريزونتال 2 يبقى اكيد الهوريزونتال اللي هي المقطوعه دي 3 عشان تبقى 5 اشيل منها 2 يطلع 3 لان ال 5 هوريزونتال وال 2 هوريزونتال. ف 5 minus 2 equal 3 يبقى الحته دي ب 3. اوكي. وبعد كده هقول بلس. يبقى احنا قلنا 5 بلس 5 بلس 3 بلس بقى ايه بقى؟ انزل تحت واقول ايه بقى؟ طبعا 2 لان ده سكوير ودي 2 بلس 2 بلس 5 يطلع كام بقى؟ طبعا هنا 5 و 5 10 و 3 13 13 بلس 2 15 15 بلس 2 17 17 بلس 2 19 19 بلس 5 equal 24 وهتبقى الانسر 24 اللي هي letter C. Number 7 والاخير بيقول لي if you combine the two rectangles to make a complex figures. لو انت ضميت ال two rectangles دول مع بعض فبيقول لي what is the area of the result figure. يعني عايز الاريا بتوع ال two shapes دول. بس خلي بالك انت لو ضمتهم ده مش هيفرق معانا حاجه. انا لو ضمتهم هيفرق معايا ايه؟ انا كده كده الاريا للشيب اللي جوه فعشان كده ده مش هيختلف زي السؤال اللي قبله. فكل اللي عليا هعمل ده باي ده وهعمل ده باي ده واعمل لهم بلس عادي جدا. ف 2 باي 8 equal 16 و 3 بلس 5 equal 15 يبقى 16 بلس 15 equal 31 يبقى بكل بساطه 31. ومن هنا الانسر هتبقى 31 سنتيمتر سكوير اللي هي لتر B. وبكده نكون الحمد لله خلصنا السيشن واشوفكم على خير اليونت الجايه لان اليونت الجاي يونت 5. وتابعوني ولايك وسبسكرايب كده ما تنسوش عشان يجيلكم كل جديد. و جود باي.